السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض العيش بتاع السندوتشات اللي هو العيش الشامي الصغير. هو بسيط جدا ومقاديره سهلة. ما بنستخدمش بس غير دقيق وخميرة وسكر وملح ومية. ما بياخدش اكتر من كده. اي اضافة انت بتضيفيها بقى بيبقى من عندك انت. لو عايزة تزودي القيمة الغذائية للعجينة ممكن تحطي لبن بودر، ممكن تعجنيه بلبن، بس انا النهاردة هعجنه بمية ان شاء الله. فنبدأ مع بعض على طول ونقول المقادير. هنا عندي ده نص كيلو دقيق، عندي معلقة كبيرة مساح من الخميرة، وعندي معلقة صغيرة مليانة من السكر، ونص معلقة صغيرة من الملح، وعندي هنا كوباية مية وممكن ياخد كوباية وربع على حسب الدقيق بتاعك ياخد قد ايه. اول حاجة هعملها ان انا هنشط الخميرة. انا حطيت هنا الخميرة واحط عليها السكر، وعندي هنا مية. دي المية دي دافية، هنحط عليها شوية. اخدت نص كوباية المية وهندوبهم كده مع بعض عشان بس الخميرة تتفاعل وتشتغل. بس كده هغطيها بأي حاجة، ممكن ببلاستيك أو بغطا. أنا حطيت عليها طبق كده، حطيت عليها طبق وهسيبها على جنب لغاية ما تتفاعل. لما الخميرة بتاعتي تشتغل أنا هحط على الدقيق رشة الملح وهقلبهم كويس، وهستنى بقى شوية لغاية ما الخميرة تشتغل، وهبدأ إن أنا أعجن العجينة. هنا خلاص الخميرة بتاعتي اتفعلت. هبتدي إن أنا أحطها على الدقيق. هنقلب ده كله بقى مع بعضه الأول بالمعلقة. نزود بقى المية شوية بشوية ونبدأ نعجن. زي ما قلت لكم الميه على حسب الدقيق بتاعك، يعني تاخد كوبايه، كوبايه وربع، اكتر شويه، دي على حسب الدقيق. هكمل عجن العجينه بقى وارجع لكم. كده خلاص انا عجنت العجينه بتاعتي كويس لغايه ما وشها بقى ناعم. هنحطها بقى في طبق ونغطيها بالبلاستيك الستريتش لغايه اما تخمر. ممكن تغطيها بفوطه نظيفه او كيس بلاستيك، اي حاجه، المهم ان هي تتغطى عشان تخمر. كده خلاص انا غطيتها، سيبها بقى لغايه ما تخمر ونرجع نشوف هنعمل ايه بعد ما تخمر العجينه. هنا عندي خلاص العجينه خمرت. هفضي
افضي منها الهواء بقى واشيلها من الطبق. هنا ممكن تقطعي العجينة كور صغيرة وتبتدي تفرديها مدور، أو تقطعيها بقطاعة أو بأي حاجة. أنا هقطعها بقطاعة، فأنا هقسم هنا العجينة على جزئين أو 3، وهفرد واحدة واحدة. طبعا لازم نرش دقيق على الرخامة طول ما احنا بنشتغل عشان العجينة ما تلزقش. هنا انا قطعتهم على 3 قطع، وهاخد واحده واحده هفردها وهقطعها بقطاعه اهم كده. لو انت هتفرديهم لكور صغيره هتبتدي ترصيهم على الرخامه وتبداي من اول كوره انت كورتيها. هنا خلاص فردت العجينه، ما بنرقهاش قوي، يعني يبقى سمكها مش قليل، يعني ما يبقاش رفيع. ده سمك العجينه عندي اهو. وهبتدي بقى اقطعها على حسب الحجم اللي انا عايزاه. انا هقطعها هنا في طبق مقاسه كده كويس على قد الرغيف اللي انا عايزاه. انا عايزاهم كده صغيرين بالمقاس ده. هاخدهم بقى انقلهم. انا محضره صينيه وحاطه عليها قماشه نظيفه، وهرص عليها العيش، او ممكن تحطيهم على صينيه فيها ترش عليها رش دقيق وترصي فيها العيش ده. هاخد بقى انا الحته التالتة ديت وهعملها كور صغير. الكور دي بقى هفردها عيش صغير برضو، بس مقاس اكبر من التاني شويه. طبعا انا بنحط دقيق عشان العجينه ما تلزقش ببعضها. دول هفردهم بقى انا عيش صغير شويه، وطبعا بنرش دقيق على طول. بس ده مقاسه اكبر شويه من اللي انا قطعته بالقطاعه. برضو ناخدهم ننقلهم مع باقي العيش اللي احنا عملناه. وهنا دوت العيش بعد ما فردته زي ما قلت لكم، حطاه على قماشه نظيفه في قلب صينيه.
هسيبه بقى لغايه ما يخمر. لازم العيش يخمر كويس جدا عشان لو جيتي تخبزيه مش هتلاقيه فتح معاكي ولا ارتفع. لو طلعتي عملتي رغيف ولقيتيه مقبش معاكي تعرفي ان هو ناقص خمر، هتسيبيه يخمر شويه. هسيبه بقى لغايه اما العيش بتاعي يخمر، وبعد كده هنرجع نخبزه على طاسه على البوتاجاز. على ما نسيب العيش يخمر لازم نغطيه، يا اما بشنطه كبيره بلاستيك تفتحيها وتغطيه كله، او تغطيه برضو بقماشه نظيفه عشان وشه ما ينشفش. العيش بيخمر اهو. تعرفي ان العيش بتاع خمر لما يبقى الوش كله مرتفع زي ما انتوا شايفين كده، يعني ده لسه ما قبش كده، يبقى ده لسه ناقص خمر. لكن الرغيف ده معايا اختمر اهو، وهنا ده كمان اتخمر. اللي لسه وشه هابط شويه ده تعرفي ان هو لسه كده ناقص خمر. الاتنين دول كده ناقصين خمر لسه. هنا بعد ما العيش بتاعي خلاص خمر، هحط طاسة على النار لحد ما تسخن، وهبتدي ان انا اعلي على النار على ما تسخن، وبعدين هحط العيش. هعلي عليه النار شوية، وبعد كده اول ما يبتدي يرتفع ههدي عليه النار عشان يستوي كويس. هنا ارضيته احمرت اهو، بقلبه على الجنب التاني. طبعا انا جبت مقلاية اكبر شوية وعشان اعمل كذا واحد مع بعض اهو. زي ما انتوا شايفين ارتفع والارضية بتاعته احمرت. هبتدي بقى ان انا احمر الوش. الرغيف دوت انا سبته لكم مخصوص، هو معمول مع الباقيين، بس هو تقريبا كان لسه برضو ناقص خمر شوية. شايفين معلاش زي الباقي، فكده انا هسيب الباقيين شوية على ما اكمل خمر. هو خمر يعني هو علا شوية بس معلاش زي الباقيين. ما تنسوش بعد ما يبتدي يعلى كده وخلاص فتح معاكي وانتفخ، هتبتدي تهدي النار عشان ما يتحرقش منك. انا هنا عشان بصور نسيت النار عالية شوية، فالارضية احمرت مني سنة، بس انا حبيت انبهكم الحتة دي. ده اللي هو الرغيف المقاس الاكبر شوية اللي انا كنت مقطعه وعاملاه كور صغيرة. انا هنا طلعته زي ما انتوا شايفين كده، بس انا الوش كده بالنسبه لي ابيض شويه، فانا هدخله الفرن تحت الشوايه عشان بس الوش ياخد لون. هو تحت الشوايه يا دوب بس اخد لون، لان انا بحبه يبقى وشه محمر ما يبقاش وشه اهوت. هحطه بقى واغطيه. وهنا كده العيش بتاعي بعد ما خلصته زي ما قلت لكم، لو تحبوا ان انتوا تسيبوه تسووا سوا كامل على الطاسه تمام، او تديله وش على الشوايه. انا اديته هنا وش على الشوايه عشان بحبه احمر شويه. وهنا انا فتحته كده اهوت مستوي من جوه وطعمه حلو قوي. افتح واحد كمان اهو، كمان ريحته تحفه
ان شاء الله لو جربتوه هيعجبكم. وده الاكبر شويه اهوت. ده بقى اللي هو الرغيف اللي هو اللي كان قلت لكم باقي من العجين حته كده، عملتها رغيف اكبر اهو اهوت. يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم اي جديد للقناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.